السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد نزل 12 كيلو بس جسمه وصحته هم اللي دفعوا الثمن. ليه؟ لأنه ركز على الميزان بس. شاب عنده 35 سنة جالي الصيدلية نازل 12 كيلو في أقل من 4 شهور، بس شكله تعبان جدا، بيشتكي له إنه بيتعب من أقل مجهود، مش قادر يطلع السلم، شعره بدأ يتساقط ومجهوده في أقل مستوياته. فسألته 3 أسئلة: بتاكل بروتين قد ايه؟ قال لي بروتين ايه؟ انا اهم حاجه عندي السلطه والشوربه عشان النزول في الوزن. طب بتتمرن ايه؟ قال لي لا انا ما بتمرنش الجيم، بمشي على التريد ميل وبس. طب بتنام كام ساعه؟ قال لي من 4 ل5 ساعات يوميا، ومش منتظم فيهم كمان. هنا كانت المفاجاه بالنسبه له ان انا قلت له ال 12 كيلو اللي انت نزلتهم دول اغلبهم عضل مش دهون. يعني الميزان بيقول ان انت نجحت فعلا في ان انت تنزل وزن، بس جسمك وصحتك بيقولوا ان انت فشلت. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ايه هي مقاومة الانسولين، وازاي تعرف لو عندك. النهاردة هقول لك ازاي تكسرها ب4 اركان و3 اسرار مهمين جدا. الركن الاول: البروتين. البروتين مش بس للعضلات، البروتين بيكسر مقاومة الانسولين ب3. خلينا نعرفهم مع بعض طريقة. الطريقة الاولى: تعرف ان البروتين بيحفز افراز هرمون الشبع اللي هو جي ال بي 1 اللي بيتفرز طبيعي من امعاك. تعرف ان الهرمون ده نفس الهرمون اللي بتشتغل عليه الحقن الغاليه زي المونجارو والاوزمبيك. يعني جسمك بيفرز حقنه طبيعيه صغيره لوحده. طيب، الطريقه التانيه: البروتين ليه حاجه اسمها ثيراميك افكت. يعني ايه دي يا دكتور؟ يعني جسمك بيحرق من 20 ل 30% من سعرات البروتين علشان يهضم. لو اكلت 100 سعر بروتين، من 25% منهم اتحرقوا في الهضم. طب بالنسبة للرز والخبز والنشويات، لا، بيتحرق منهم من 5 ل 10% بس. طيب الطريقة الثالثة: البروتين بيثبت السكر في الدم. يعني ايه؟ يعني اقل انسولين، وبالتالي الانسولين الزيادة اللي بيطلع في جسمك بيعمل الكوارث اللي احنا قلناها دي، المقاومة بتقل. طيب، الجرامات المناسبة من البروتين قد ايه؟ القاعدة ان انت تضرب وزنك، تضربه في 1.4 ده عدد جرامات البروتين اللي انت محتاجها في اليوم. يعني لو وزنك 80 كيلو محتاج 112 جرام. طيب، هتاخدهم منين؟ ال3 بيضات بيدوك 18 جرام بروتين، صدر الفرخة بيديك 46، علبة تونة ممكن تديك 25، وسكوب واي بروتين ممكن يديك 25 جرام بروتين. هجمع لك كل مصادر البروتين في صورة واحدة، ان شاء الله انزلها لك مع الفيديو ده. في حيلة ذهبية: كل البروتين دايما اول حاجة في كل وجبة قبل الرز وقبل الخبز، لان البروتين بيبطئ امتصاص الكربوهيدرات فالسكر يرتفع ببطء.